السلام عليكم معكم ريفيليان. زي فرجة زميلات خلونا أصل الفيديو أكبر عدد ممكن من اللايكات. أنا صار لي حاليا أكثر من شهر أو شهرين مالي منزل هاي القناة، فحاولوا إنكم تفعلوا لايكات، تعليقات، شغلات. كتروا تعليقات أهم شيء وكتروا لايكات عشان ينتشر الفيديو. أنا حاليا فتحت لكم سلسلة جديدة في هاي القناة اللي هي سلسلة قصص صارت معي وأنا صغير، يعني شغلات هيك وأكشن وحركات وقصصي بالمدرسة. فإذا حبيتوا هاي السلسلة كمان كتبوا لي تحت في التعليقات، وإذا بدكم إنه أحكي لكم عن قصة كيف كنت راح أنحبس لأكثر من 15 سنة، يعني كنت لحد الآن أنا ما طلعت من السجن، ولكن يعني آخر شيء فضيت براءة هي السبب. بعدين بحكي لكم عنه. إذا بدكم أحكي لكم عنه كتبوا لي تحت في التعليقات. وهي القصة يعني عبالكم عليها أهلي ما بيعرفوها. فقبل لا نبلش، لايك، اشتراك في القناة، فعل جرس التنبيهات. بسم الله لنبدأ. بلشت القصة لما أنا قلت له لأبوي إنه بدي أتسجل بالمدرسة، لأنه إذا ما حدا بيعرف عني شغلات إنه أنا تركت المدرسة بعد الصف الأول بسبب ظروف وشغلات، فأنا اضطريت إنه أترك المدرسة في الصف الأول. ضليت فترة يعني ما أعرف لا أقرأ ولا أكتب، فدخلت مثل معهد فيكم تقولوا بالصف الثالث تقريبا، يعني إنه أدرس شغلات صف ثالث. فبركوا إنه يعلموني من الجزء الرشيدي وإلى آخره. فبعدين درست الصف الخامس ونجحت على الصف السادس وتركت المدرسة. يعني صار عمري أكبر من عمر الصف السادس، ولكن قررت بعدين إنه أروح لعند أبوي وقال له إنه بدي أتسجل في المدرسة. وفعلا قال لي روح تسجل بالمدرسة. ورحت على المدرسة وأخذت أنا معي مصاري. فرحت لقيت الموجهة، وأنا درست في مدرسة يلي بيعرفوني جماعة حارتي، أنا درست في مدرسة الجهاد. طبعا جماعة حارتي راح يستغربوا أنت درست بمدرسة الجهاد، المدرسة مدرسة بنات، شلون درست فيها؟ وطولوا بالكم علي. كانت المدرسة وقت اللي أنا درست فيها كانت مدرسة للابتدائي، وما كانت للإعدادي للبنات، فيعني كنا ندرس فيها. فقبل يعني ما تنفتح المدرسة، لأنه أنا رح أنتقل من هاي المدرسة، لأنه زبطنا المدرسة اللي هي أساسها للابتدائي. هاي المدرسة درست فيها هي كانت أساسها للإعدادي. فبلشت إنه بدخل على المدرسة بشوف الموجهة هي اللي عم بتسجل، هدول اللي عم بتسجلوا في المدرسة. وقلت لها بدي أسجل. قالت لي صف إيش؟ قلت لها صف سادس. فوالله فعلا سجلتني. إيش اسمك؟ كذا، مادة فرنسي كذا. أعطيتهم أسماء. فقالت لي هات 200 ليرة. والله شلت أعطيتها 200 ليرة. طبعا هذا الحكي يعني من زمان. كانت ال 200 ليرة يعني إذا أنا باخذ 200 ليرة بروح بشتري فيها سندويشة شاورما دبل، زائد إنه بشتري فيها كولا، ومن هي التنك اللي بتجي كتير غالية. وبحسن أطلع بالسرفيس وأروح مثلا فيه على من إيش اسمه، أروح فيه من قاضي عسكر، بروح فيه للجميلية وهدول المناطق. يعني كانت ال 200 ليرة بتساوي يعني شغلة كبيرة. يعني 200 ليرة أنا مرة يمكن لقيت 200 ليرة رحت اشتريت فيها سندويش بطاطا واشتريت فيها أكلات، وكمان رحت لعبت فيها كمبيوتر. فيعني كانت 200 ليرة جدا كويسة في هذاك الوقت. وفعلا هلا راح ارجع لكم للقصة مشان لا الخبطكم في بعض. فسجلت، اعطيتها 200 ليرة للموجهة، وقالت لي دوام على المدرسة بكرة. وفعلا انا كثير متحمس انه خلاص واخيرا بدي ابلش دراسة، واخيرا راح اتعلم اقرا واكتب بشكل كويس، لانه ما كنت اعرف لا اقرا ولا اكتب بشكل كويس. فجيت تاني نهار ما عندي لا شنطاي، لا عندي قلم ولا شغلات. فالشغله اللي اخذتهم من المكتبه اللي هي دفتر عربي وقلم رصاص وقلم ازرق فقط. انا ما اشتريت شنطاي بوقتها، ما كان عندي شنطاي، وبدي الحق انه اروح على المدرسه. فحطيت اغراضي كلياتها. وشلون رحت؟ اكيد ما مسكتهم هيك والله مثل الطلاب المهذبين اللي هي، لا عبيتهم في كيس اسود ورحت توكلت على الله ورحت. يعني منظري كان ما بعرف شلون كان. المهم رحت انا على المدرسه وطلعت، وقالت لي انه اطلع لفوق على الطابق الثاني مدري الثالث، والله ما بتذكر هاي التفاصيل على السوا. المهم انه والله طلعت وبركت انه ادور على صفي. انا يعني جديد في المدرسه، وقت الواحد بيكون جديد بالمدرسه ما بيعرف انه هو صفه وانه هو شعبته وكذا الى اخره. فبركت انه ادور هذا الصف السادس، يقول لا الصف الخامس. وبما انه انا كنت يعني مالي دارس في مدارس كتير، مالي خبر انه الابتدائي خلاص الصف السادس خلاص بتنتقل على مدرسة اعدادي. فضليت ادور لبين ما لقيت واحد كان عندنا بالحارة، وقلت له، قال لي شو بتسوي هون؟ قلت له عم بدور على الصف السادس، انا سجلت امبارحة. فرحنا والله بركنا صرنا ندور. فدخلنا على صف، قلنا له هون الصف السادس، قال لا هون الصف السابع. قلت لهم يعطيكم العافية، عم ندور على الصف السادس. وين بيصير الصف السادس؟ ولا شافتني الأنسة اللي عم تدرس قالت لي تعال هون. أنا قلت
يعني إيشو لسه أول يوم، إيشو بدي أدخل أكل أطلي يعني معقول؟ لأنه هيك أخذ فكرة عن المدارس إنه إذا كنت مالك أي بتصح لك يا بتاكل عصايتين وبتروح بتقول لك الله معك، يا ما بعرف إيش بصير معك. ففعلا أنا دخلت وقالت لي شو بدك هون الصف السادس. فأنا طلعت هيك في نظرة استحقار، هدول الطلاب كلياتهم علي الحلال أوسخ طلاب بشوفهم بحياتي. يعني شو هالطلاب يعني، والله ما بعرف يعني كانوا تمسخروا علي ولا ايش. المهم قالت لي انه ايش بدها في الصف السادس؟ قلت لها انا تسجلت جديد. فقالت لي اطلع عرف عن حالك، ايش اسمها؟ قلت لها اسمي محمد تفتنازي والى اخره. وقالت لي روح بروك. فانا رحت لوين بدي ابرك، اطلع يمين يسار. يعني يلي بيعرف المدارس انه بيجوا 3 اقسام للمقاعد، وانا رحت على القسم يلي على شباك يلي بطلع على الشارع. رحت على الاخير لانه ما في ولا مقعد فاضي، رحت على الصدر. فبركت واحذروا في مين التقيت وبمين تعرفت في اول يوم الي بالمدرسه. انا تعرفت على كم شخص يلي هن مصطفى حداد. راح يصير معنا مشاكل وشغلات في المستقبل اذا ضليتوا عم تتابعوا بهي السلسله. فراح اذكركم اسماءكم، راح اذكر لكم اسماءهم مشان تعرفوا مين هدول الناس. كانوا هن مصطفى حداد، وتعرفت على مصطفى شواء، وتعرفت على الشخص يلي ما اظن كنت تتوقع انه هو رفيقي من هداك الوقت، يلي هو بلال طراب. بلال طراب نفسه يلي عملت معه هذا الفيديو المشترك انا وياه. وكمان ان شاء الله في المستقبل يصير بيناتنا كمان شغلات، وراح اكملكم، ما بدي افوت بتفاصيل كثيره. فعلا بلشنا وبركت اكتب وادرس. ما كنت اخذ واعطي كثير معهم لانه يعني تعرفوا جاي جديد. خلصت اول حصه والثاني حصه ونزلنا على الفرصه. فنزلنا على الفرصه، انا بالك يعني ما بعرف حدا من المدرسه ولا فعلا الاقي هذا جاي بيعرفني. قال له انت ايش عم تسوي هون وعم تدرس وكذا؟ انت انا صفي سادس. قال عنا على الصف. انت انا صف؟ قال لي انه انا صف كذا. ما بدي اذكر وين صف كذا لانه انا حسيت بالاحراج عنه. وكان يعني فيكم تقولوا اكبر مني بالعمر وجسديا، كان هيك ضخم. و مهم يا اذا عم تحضر هذا الفيديو فبتتذكرني، لازم تتذكر القصه هاي اللي بدي احكيها. فبعدين وانا بارك عم بحكي معه فراح بعدين. وكانت الباحه يعني صغيره، او اذا ما بتعرفوا شو معناتها باحه، هي ساحه المدرسه كانت جدا جدا صغيره. وكانت طلاب هيك 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 فوق بعض، ما كان في دوامين انه دوام صبح دوام مساء، كان دوام واحد وهيك العالم فوق بعضهم. ففجاه بتفشكل وحده. طبعا المدرسه كانت مختلطه. فطلعت كانت شقرة. طلعت هيك قلت عفوا. تمام، انا ما لحد الان ما حكيت شيء. قلت عفوا. فما احس غير هيك تضربني كف. انا اول يوم لسه لي بالمدرسه الساعه بس خالص قفعت معي بنت تضربني. والله لا عملت هيك سلختها كف. ومهم وبركنا وصرنا نضارب وفشكلتها وحطيتها بالارض واشتغل دق البوكس. يعني متخيلين كل هالشيء، بس انتوا رح تنصدموا بالشغلات يلي بدي احكيها في المستقبل. اشتغل دق البوكس ولا بلاقي فوقي صاروا 5 شالوني وشلفوني، وصرت انا هيك محصور في الزاويه وهيك كلياتهم عاملين علي مثل دويره وجايين عم يقربوا علي وهيك هذا وهي البنت هيك عم تقرب علي هيك. انا طلعت فيها يا الله شو هي بنت ولا ايش شو هي علي الحلال اندرتيكر. هم اخر شيء استنتجته بعد هاي العلاقه كذا ما حكوا معي قالوا لي انه هذا شاب هذا صبي ماله بنت، كان اسمه شقرة هو. فكمان شقرة اذا بتحضر الفيديو ذكرت القصه ولا لا، كان شاب وما كان بنت. وفعلا يعني كان يضرب ماكن وانا خالص يعني قفت معي. شلون بنت؟ انا كنت محسبه بنت، شلون بنت تضربني؟ والله لا. المهم اخر شيء طلع شاب ورن الجرس وخلاص كل واحد يطلع على الصف. فوقت طلعت على الصف حسنت انه اقرب المقعد اللي قدامي بدل مقعد اخر واحد. قربت خطوه لقدام فتعرفت على شخص قدامي وشخص على يساري كنت اشوفه كان يشتري من عندنا من المحل، ولكن ما اخذ واعطي معه كثير. وتعرفنا على بعض. وهذا اللي قدامي يندار هيك علي ويعمل لي هيك ونصير نتقتل. يا اخي ايش بدك فيني يا اخي؟ فك امي، انا جاي جديد على المدرسه، انت جاي تعمل لي ازعاج.
فعلا ضل يعمل هيك كل شوي انه خلاص يعني الزلمه بده يتسلى، بده حدا جديد معه بالمدرسه. واستنتجت كمان انه هاي المدرسه كلياتها في طولها وعرضها ما فيها غير صف واحد، الصف السادس يلي هو انا فيه، ما في غير شعبه وحده. وبدي اقول لكم انه كل مقعد بيسع فيه 3 طلاب، وبعدين بالاعدادي بصيروا طالبين. ولكن نحن اعمارنا كانت اكبر من مستوانا التدريسي. كان يعني الصف السادس هو عمره صف 9 او صف 8 حرفيا. فهون شو صار؟ بركنا 4 أشخاص في مقعد واحد، وهذا ضل هيك يخبط معي لبين ما فاتت الأنسة أكلنا قتلة من أول يوم في المدرسة. فبعدين خلص بدي أصير طالب مجتهد، بركت أدرس وخلص. وأخيرا أعطتنا وظيفة من أول يوم. وفعلا بدي أقرب لكم شوي بالوقت. بعد فترة أنا اشتريت شنطتي وزبطت أموري واستلمت الكتب. ولكن بعدين شفت رفيقي اللي هو كان عندنا بالحارة، ما راح أذكر اسمه بسبب شغلات بينه وبينه، وما في بينه وبينه شيء شخصي، ولكن في شغلات خارجية. يلي صار إنه هي أنست العربي، مين فيكم بتطوع؟ أنا سمعت وقت كلمة تطوع أنت خلص الشغلة فيها مصاري، إيش بدكم 500 ليرة يا زلمة؟ 500 ليرة كتير. طلع ما بدهم 500 ليرة، لا يا جماعة، طلع بدهم حدا ينقل معهم مقاعد. فأنا سمعت نقل مقاعد، أنا اللي بروح خلص خلينا نروح. والله رحت أنقل مقاعد. نقلنا مقاعد من مدرسة بعيدة للمدرسة اللي راح أنتقل عليها. والمدرسة كانت عبارة عن ساحة المدرسة مخروبة حرفيا، ما فيها حيطان، كان فيها حيطانة كانت مخروبة. فبركنا ننقل مقاعد ونطالع على الصفوف، وكانت مقاعد يعني جدد يعني خلص. واخيرا بدنا ندرس بمدرسة جديدة ومدرسة أكبر، وخلص رح نعيش حياتنا وننبسط فيها. فبعدين بعد ما نقلنا المقاعد ونقلنا كمان بسكويت تمر، وركزولي على بسكويت التمر لأنه رح يصير شغلات لقدام رح يكون فيها كتير قصص أكشن. فبعد ما نقلنا هدول الشغلات قرروا انهم ينقلونا على المدرسة الثانية. وفعلا نحن رحنا وانتقلنا على المدرسة الثانية. ولما طلعنا حطونا صفوف وحطوا انه البنات بصف لحال والصبيان بصف لحال. انا هون خلاص كيفت، خلونا هيك على طول يا انسة يا استاذ. كانوا هن انسات اكثر من الاساتذة، كان عندي بس استاذين والباقي انسات لباقي المواد. فخلاص خلونا هيك طول السنة يا زلمة، انا ما بحسن. فالمهم فعلا ضلينا يومين هيك كلهم شباب، بعدين رجعوا خلطونا. طبعا الخلط نفس كل انه البنات بيبركوا بمقاعد لحال والصبيان بمقاعد لحال. فهون انا بصير يعني جدا مجتهد بالدراسة، خلاص بدي اطلع يعني زلمة دريس على ابموزي، ارجع على البيت اكتب وظايف، ارجع على البيت اكتب وظايف، ارجع على البيت واكتب وظايف. لما ما اجى بقى خلص جاني كمشة رفقات سوء بدكم تسموهم رفقات سوء. طبعا انا ما اختلطت معهم كثير، فهدول الشغلات الاشخاص يلي تعرفت عليهم عملوا لي مثل بدي اقول لكم انه موقف خلاص انه بده يسووني رفيقهم. قلت خلاص يعني خلينا اصير اتعرف على باقي عالم هون. فهون شو بتتوقع انه صار؟ قالوا هلا بدنا نتقاتل مع هدول. انا بنزل لحالي، اذا شفته نزل مع واحد تاني تعال فزعلي. طبعا انا كنت يعني هيك من هذا، هو كان اصغر مني او اقصر مني، يعني ما كان اصغر مني بالعمر. فراح وعم بتضارب مع هداك ولا الاقي هداك اخوه نزل. انا خلاص قلت هي فرصتي، هي لازم اثبت اني شجاع واروح اقاتل معه. والله رحت كمشته هيك ونزلت دق البوكس فيه، ولا الاقي اخويا اللي كان بتقاتل مع رفيقي راح نط فوقي. لك مو بس هيك وقفت، كمان واحد ثالث ما له علاقه بالقصه نط فوقي وبركوا صاروا يضربوني، وانا عم بمسك واحد وبضربه. خلاص هدول اللي فوقي عم بضربوني نسيانا ولا شعوريا، خلاص عم بضرب بس هاد اللي عم بضربه. بعدين قمت لبين ما احسنت بقى اقوم ضليت اتيت معه لبين ما اجوا وفكونا. بعدين رحت لقيته لهذا اللي قال لي وطلعت عليه بنظرات استحقار وما رجعت حكيت معه. وبعدين للصرفة بقول لي رفيقي بقول لي انه فزعة بفزعلي. انا قلت انه احا مين لمين بدي افزعلك، انت يا اساس شاطر وانت بتعمل شغلات منيحة، شو ما عمل متشاكل. قال لي انه خلاص فزعة. قلت له خلاص فزعة. راح لعند الطالب اللي بعده فزعة فزعة فزعة، ما حدا استجابه غير انا. وفعلا رحنا بالصرفة وعم نستناهم، ولا هن كانوا عم يستنونا اساسا. فبركوا كانوا عبارة عن 7 أشخاص.
السبعة كلهم كانوا عم بيستنونا. كنت انا ورفيقي لحالنا، فرفيقي هو سبب اللي عليه، راح دخل على اول واحد، برك يتقاتل معه، الباقي بس من بعيد يدفشوه عم بيستنوني لحتى انا ادخل مشان يطبوا فوق السبعة قلن. فضل عم بقرب ويرجع، اخر شي مسكوا هيك طبشوا بالارض طبشتين شي اخت شلن، وقتلوا كمان وما قربوا عليه الباقي. فعملنا هيك وطلعنا من المدرسة. هاي كانت أول حلقة من هاي السلسلة. إذا بدكم يعني إنه أكملكم من هاي السلسلة، هاي أول قصة لسه استفتاحية، أما الشغلات اللي راح تصير في المستقبل علي الحلال راح تكون جدا 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 نار، لأنه بيصير معي مشاكل كتير واستدعاءات ولي أمر وشغلات واستدعاء شرطة وقصة السجن اللي قلت لكم عليه. فمشان أكملكم بهالسلسلة كتروا تعليقات، لأنه أنا صار لي زمان قاطع وقررت إنه أحكي لكم قصة هيك خفيفة نظيفة، مشان صار لي فترة قاطع يا زلمة. والله يمكن إنه الفيديو القادم راح يكون بعد أسبوعين أو 3 حسب ما أفضى، وبحفظ الرحمن من هون الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.